لما حد يسيبك ويرجع تاني، هل ده معناه إنه ندم؟ ولا معناه إنه أخيراً اكتشف إنه بيحبك بجد؟ الحقيقة مش شرط ده ولا ده، لأن رجوعه ممكن يكون سببه إنه فقد الإحساس اللي كان بياخده منك، مش لأنه فقدك أنت كشخص. في فرق كبير بين واحد اشتاق لك وواحد اشتاق لنفسه وهو معاك. يعني إيه؟ يعني ممكن يرجع علشان كان متعود على اهتمامك ودعمك ووجودك حواليه، وممكن يرجع علشان شاف إن حياتك ما وقفتش عليه وكملت من غيره، فحس هنا إنه فقد تأثيره عليك. بس ده ما اسمهوش حب، ده اسمه فقدان السيطرة أو فقدان الهيمنة والتحكم فيك. طيب تعرف منين هو رجع لك علشان بيحبك بجد ولا علشان حاجة تانية؟ مش من كلامه ولا اعتذاره ولا حتى دموعه، حتى لو قالك أنا ندمت، وحتى لو حاول يرضيك بكل الطرق. كل الكلام ده مش مقياس. المقياس الحقيقي الوحيد هي المعاملة اللي هتشوفها من أفعاله مع مرور الوقت. هل بيحاول يكسب ثقتك من جديد؟ طب هل مستعد يستحمل نتيجة اللي عمله معاك؟ طب هل فعلا انت بقيت ضمن أولوياته؟ هل بيحترم مشاعرك مش بس وقت ما تكون حلوة ومتوازنة؟ كل دي أسئلة مش هتلاقي إجابتها غير لما تركز زي ما قلت لك في أفعاله تجاهك. وهنا محتاج أقولك إن الحب الحقيقي مش لحظة رجوع، الحب الحقيقي اللي بجد التزام واستمرارية. فالسؤال هنا بقى هو رجع ليه؟ والسؤال الأهم، هل بعد ما رجع بقى شخص مختلف فعلا ولا كان نفس الشخص اللي كان موجود قبل كده؟ اكتب لي في الكومنتات هو رجع لك ليه؟